يا صباح الحنتي، بيقول لك قطر دلوقتي بتعمل تدريب جوي مشترك مع إسراء في اليونان. ده غير بقى الرشاوي اللي دفعتها للنتن ولاصحابه وكتاب كبار وصحفيين، وكل ده ليه يا قطر؟ علشان تحسن صورتها قدام المواطن الاسرائي الحنتي، وفي نفس الوقت زعلانين ان الرئيس بيوزع ماكدونالدز على العيال الصغيره. النبي يا اختي هم يضحك وهم يبكي، محدش فيكم يا ولاد شاب ابو فتيكه. طب بالنسبه لابو فتيكه بقى، اخبار الحظاظه ايه معاك يا ولا؟ ايه مش شغاله؟ طب وجراب الموبايل ايه ما فيهوش رصيد؟ ولا يهمك، بكره يحطوا لك رصيد فيه بالقطري او بالتشيكل، ما هو بقى تدريب جوي مشترك. ولا تلاقيك يا ابو فتيكه شكلك عامل لنا مفاجاه يا ابن اللذينه. ايه هتطلع تدين قطر وتقول لها عيب كده واختشي؟ هتقول لها ما كنتش فاكرك كده؟ لا ما تقولش. هتقول ايه؟ ولا هتطلع تقول اللي يجي على قطر زازا يستحمل الحزازه، زازا فزازا وقطر طازه، ابو فتيكه بيلبس حزازه. طب ايه رايك بقى اللي يجي على مصر يستحمل بلبل مصر؟ شيروها له.